فيديو مهم بزاف بزاف. هنا غادي تعرفوا القانون او الاجراءات اللي كانوا غادي يدوزوا مع قانون الهجرة الجديد، ولكن تم الغائها من طرف المجلس الدستوري. يعني هاد القوانين اللي غنهضر عليها في هاد الفيديو راها ما دازتش، حقاش كاين بزاف ديال الناس وكاين واحد المغالطات او كاين واحد اللخبطه. الناس كيعتقدوا بان هاد القوانين راها دازت. في هذا الفيديو ملي غادي تعرفوا بان هاد القوانين راها ما دازتش، غيكون عندكم وضوح اكثر. وهاد القوانين كلها بخصوص قانون الهجرة الجديد في 2024. قوانين صعيبة كانت غادي تدوز، ولكن كي قلت لكم الحمد لله ما دازتش. ولكن مع واحد الحاجة بغيت نقولها لكم، راه حاليا كاين واحد المناقشة في البرلمان، وخصوصا من وزير الداخلية. يعني اقتراحات باغيين يديروها يغيروا في هذه القوانين اللي خرجات، يعني باغيين يزيدوا يشددوها، ولكن ماشي هذه اللي غادي نهضر لكم عليها اليوم. يعني تقريبا هاد القوانين اللي تلغات كيعاودوا النظر فيها، ولكني باغي زعما يزيدوا قادوا فيها شي حاجه بعض التعديلات ويدوزوها في 2025. الا كنتو غتتبعوا القناه ديالي وغادي تبقاو دائما يعني تشجعوني باللايكات ديالكم، فهنا غادي تعرفوا كاع المستجدات اللي كاينه. وكذلك غادي تعرفوا معنا في هذه القناه قوانين اللي تم يعني حاليا راها بدات في التنفيذ ديالها، وكاين شي قوانين اللي باقا ما بداتش التنفيذ ديالها. يعني كي قلت لكم القانون خرج في يناير 2024 وبدا كيتنفذ، ماشي كله حاليا، الله الثلث ديالو اللي بدا كيتنفذ. بحال القانون ديال الانتيغراسيون كنت كلهم شرحتهم في الفيديوهات اللي فاتوا. يعني اللي مهتم بالقوانين الهجرة الجديد ما عليه غير يمشي يشوف الفيديوهات، كل واحد على حسب العنوان ديالو. غادي نفهموا بان القوانين كي قلت لكم اللي بدات كتطبق من شهر 7 يعني يوليوز في 2024. يعني كاين شي قوانين اللي بدات كتطبق، وكاين شي قوانين اللي باقا ما بداتش تطبق، ولكن هما كيقولوا يا اما غادي تبدا تطبق من يناير 2025، يعني في الدخول من بعد راس العام، او يعني الا كثرات في الاول ديال 2026 غيبدا كل شيء يطبق. فهمت؟ حقاش كاينين شي ناس كيمشيو يدفعوا شي قانون او كيجمعوا شي اوراق على قبل شي قانون وكيسمعوا بان راه القانون خرج، ولكن ما كاينش عندهم معلومات اشنا هي القوانين اللي بدات في التنفيذ وشنا هي اللي باقي ما بداتش في التنفيذ، وشنا هي المستجدات اللي قلت لكم غادي تبدا في يعني باقي كيتناقشوا فيها، باغيين مازال يبدلوا في شي حاجه يديروا فيها شي تعديلات. ما عليكم غير تخليكم معايا في الفيديو وغادي نفهموا كل شيء. يعني تبعوا الفيديوهات اللي غادي نحط لكم ان شاء الله. الا شفت تفاعل كبير بطبيعه الحال انا غادي يعني غادي نبقى مستمره في هذا الموضوع. ما نزيدش نطول عليكم الفيديو، زعما كاين نطول عليكم المقدمه، ندخلوا في الموضوع. لكن بعد نعرفكم بنفسي بالنسبه للناس اللي الله دخلوا عندي جداد. معكم ليلى من قناه حياه ليلى، والقناه ديالي يعني متبعه معكم قانون الهجره الجديد في فرنسا وجميع المستجدات والقوانين اللي دايره كتكون دايره ضجه هنا في فرنسا. ان شاء الله غنشاركها معكم. حاليا راه حنا كنديروا واحد السلسله ديال قانون الهجره الجديد باش نعرفوا كاع شنو كاين الجديد في القوانين. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نهضروا على تدابير اللي تم الغائها من طرف مجلس الدستوري. يعني هذه القوانين اللي غنهضر عليها دابا فهي تلغات وما بقاتش، واشنا هي القانون اللي تلغات وما بقاتش وتم الرفض ديالها من كي قلت لكم من مجلس الدستوري. غنهضروا عليها باش تفهموا، لحقاش كي قلت لكم كاين بعض الناس كيظنوا بان هذا القانون راه داز، ولكن لا، راه من بين القوانين اللي ترفضات يعني اللي هي كتسمى بالكوطا ميغراتوار او فرض ديال الحصص للهجره. بما يعني كانت الفكره هي تحديد عدد معين من الاجانب اللي يقدروا يدخلوا لفرنسا كل عام بناء على معايير محدده. يعني كل عام يقول واحد العدد محدد اللي يقدر يدخل لفرنسا، اللي يقدروا يصيبوا لهم الوراق مثلا. ويعني المعايير محدده، يعني خاص يكون عندهم مؤهلات او حسب احتياجات السوق العمل في فرنسا. يعني اشنو محتاجين هنا في فرنسا هما اللي يدخلوا. ولكن المجلس الدستوري اعتبر هذا القانون غير دستوري لانه كيتدخل في حريه التنقل ديال الناس. من بين القوانين اللي تهي ترفضات الولوج للاقامه ديال الاجانب المرضى. بمعنى كان غادي يتم فرض قيود صارمه على الاجانب المرضى اللي بغاو يعيشوا في فرنسا
بحيث كان غادي يطلبوا منهم انهم يبرروا الحاله الصحيه ديالهم بشكل ملح. ولكن حتى هذا القانون او يعني حتى هذا ما ترفض، يعني ترفض في المجلس الدستوري، ما وافقوش عليه. حاجه اخرى، هذاك اللي كان هو الصعيب بزاف من بين هذه القوانين اللي صعيبه، فرض كفاله ديال العوده على الطلاب الاجانب. كانوا طالبين من الاجانب انهم يفرضوا عليهم واحد الكفاله، كانوا باغيين يفرضوا عليهم واحد الكفاله ماليه تضمن زعما الرجوع ديالهم لبلدانهم بعد انتهاء الدراسه ديالهم. وهاد الكفاله الماليه كانت كتوصل حتى ل 30 مليون. ولكن حتى هذا القانون، يعني بالنسبه لهذا القانون كان يعني صعيب، ما بقاش الطلاب يقدروا يجيو يقراو في فرنسا يعني الا كان هذا الشرط ديال هاد الضمان او ديال هاد الكفاله. ولكن هذا هو هذا الاجراء تم الغاؤه لانه كيتنافى مع حقوق الانسان، ويعني كيشوفوا بان راه الطلاب غادي يلقاو صعوبه باش يقدروا يجيو يقراو هنا في فرنسا، وماشي حتى من مصلحتهم، لحقاش راه بزاف اللي كيجيو هنا يقراو في الاخر ملي خصوصا اللي كيحصلوا على شهادات كبيره وكيكونوا يعني واحد المستوى عالي، راهم فرنسا كترحب بهم باش يبقاو هنا، يعني على حسب زعما الاماكن ديال فرص العمل. الا شافوا هما شي واحد عنده واحد المستوى عالي، راه هما فرنسا كتبغي يبقى هنايا. حاجه اخرى من بين القوانين اللي ترفضات اللي هي لي دغوا دو سول على حساب الوليدات، شروط الحصول على الجنسيه الفرنسيه للاطفال المولودين في فرنسا من ابوين اجانب. يعني الوليدات اللي كيتزادوا هنا في فرنسا كانوا يعني ما غيعطيهمش الجنسيه الا حتى تكون واحد الشروط على الابوين الاجانب. مثلا خاص تكون عندهم واحد الاقامه لمده معينه، او شروط اخرى بحال الخدمه الى اخره. ماشي لا غير حقاش تزاد هنا فرنسا وفي الغالب يعني كيوصل 13 سنه عادش عنده الحق ياخذ الجنسيه. هذا هو القانون اللي كان، يعني اللي باقي كاين، ولكن كانوا باغيين يصعبوه، ولكن ما راه قلت لكم هذا راه ما داش، يعني راه باقي القانون القديم هو اللي باقي. حاجه اخرى، كانوا باغيين يديروا البصمه، اخذ بصمات الاجانب غير الشرعيين وبلا موافقه ديالهم. يعني كانوا باغيين ياخذوا البصمات الاجانب غير الشرعيين بدون موافقتهم بهدف زعما تتبعهم. ولكن حتى هذا المجلس الدستوري اعتبر ان هذا الاجراء غير دستوري. ولكن بالنسبه لهم هما علاش كانوا باغيين يديروا هذا القانون، لحقاش باش يقدروا يتعرفوا على هاد الاجانب اللي هما غير شرعيين من خلال البصمات ديالهم، باش يقدروا يرجعوهم بلادهم، يعني يتعاملوا مع، يعني هذا هو السبب اللي كانوا علاش باغيين ياخذوا البصمه. ولكن تم الرفض ديالو، وهذا كتجيهم صعوبه انهم يصيفطوهم لبلدانهم لحقاش ما كيتمش التعرف عليهم. كذلك من بين القوانين اللي كانوا باغيين يخرجوا تاثير تعاون الدول في محاربه الهجره على المساعدات التنمويه. يعني كانوا باغيين يربطوا المساعدات الماليه للدول الاجنبيه بمستوى تعاونهم مع فرنسا في محاربه الهجره الغير الشرعيه. يعني كانوا باغيين يوقفوا المساعدات اللي كانوا كيعطيو الدول الاجنبيه، يعني المساعدات بحال كيعاونوهم على الماكله ولا على الدواء ولا على شي حاجه بحال هكا، الى يعني هذوك الدول الافريقيه او الاجنبيه، راه ما كاينش غير افريقيا اللي كاينه هنا فرنسا، ديك الدول الاجنبيه انها ما بغاش تتعاون معاهم، كانوا باغيين يوقفوا عليهم المساعدات. ولكن هذا حتى هو ترفض في المجلس الدستوري. شنو هما من بين القوانين اللي كانت صعيبه وكان دارت ضجه كبيره، اللي هي القانون اللي كاينين 3 ديال القوانين اللي كانوا دايرين ضجه بزاف. غادي نهضر لكم عليهم دابا، اللي هو تجريم الإقامة الغير قانونية، أنا غنهضر عليه، ومن بعد غادي نهضر على تجديد شروط جمع الشمل الأسرة أو التجمع العائلي، حتى هو كان دير ضجة، و مدة الإقامة القانونية للأجانب باش ياخذوا أو يتوصلوا لبعض المساعدات بحال المساعدات ديال لاكاف. هذه حتى هي. غادي نبداو بالقانون ديال تجريم الإقامة الغير قانونية. كان غادي اي واحد حارق هنا في فرنسا وما عندوش الوراق، يعني جالس في فرنسا يعني اقامه غير قانونيه، كان غادي يتعرضوا لعقوبات ديال يعتبروهم بحال مجرمين. يعني الا كنتي حارق فيزا
او دخلتي من شي دوله بقيتي فرنسا هنايا حارق بدون اوراق كي قلت لك اصحاب الفيزا اللي ماتت ليهم وكيبقاو هنا الا شدهم البوليس كانوا باغيين يعتبروها جريمه. ولكن حتى هذا القانون راه ما داش، يعني حتى هو ما داش. والناس سمعت بزاف الناس كيعتقدوا بان هذا القانون راه مع سمعناه في العام اللي فات في قانون الهجره كيظنوا بانه راه داز. لا، راه ما داش هذا القانون، راه تم الرفض ديالو. قانون اخر اللي هو ديال تشديد شروط جمع الشمل ديال الاسره اللي هو التجمع العائلي. كانوا باغيين الناس اللي باغيين يجمعوا الاسر ديالهم هنا في فرنسا كانوا غادي يكونوا مطالبين باثبات دخل كافي او شروط سكنيه ملائمه. مثلا كانوا باغيين يحسبوا ليه غير الصالير ديالو بدون مساعده لاكاف، بدون مساعده اللي كياخذ من الدوله. وكان مثلا خصو يجيب الاسره ديالو، وخصوصا الا كان باغي يجيب زعما الزوجه زائد الاولاد، يعني خاص يكون عنده مصاريف كثيره. هما كيحسبوا المصاريف اللي غتحتاجها لديك العائله، وكيحسبوا غير الصالير ديالو بدون مساعدات كي قلت لكم ديال لاكاف. واخا يكون كيشدها كانوا باغيين ما يحسبوهاش، وخاصو يكون عنده واحد المدخول اللي يمكن ليه يجيب ديك الزوجه او الاولاد، او مثلا وحده بغات تجيب الزوج ديالها. فهذا حتى هو ترفض، راه ما داش. كانوا باغيين يربطوا مده الاقامه القانونيه للاجانب باش ياخذوا او يتوصلوا لبعض المساعدات. مثلا يعني الواحد اذا دخل فرنسا ماشي ياخذ المساعدات حتى يبرك لنا واحد 5 سنين، عادش عنده الحق او القدره باش يستافد من المساعدات الاجتماعيه بحال المساعدات ديال السكن او ديال العائله. وهنا غادي تكون القضيه صعيبه بزاف بزاف، لحقاش بالسمي كي كنقول لكم او بالصالير بوحدو هنا في فرنسا باش تخلص بها الكرا والمعيشه وزعما كاين التكاليف الحياه راه صعيبه بزاف. ومده ديال 5 سنين طويله بزاف باش الواحد عاد يقدر يستافد من هذه المساعده. اللي بغيت نقول لكم بان حاليا راه كاينه واحد المناقشه من وزير الداخليه الفرنسي باش يعني هذا القانون نيت، ولكن يعوض 5 سنين رجعت 3 سنين. يعني هذا هو القانون كيحاول يخدم عليه باش هذا القانون يعني غادي يقدمه البرلمان في 2025. الا تم الموافقه عليه فهو غادي يدوز مع القانون. اللي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، يعني هذا الفيديو هضرت فيه على الاجراءات كلها اللي تم الغائها لان المجلس الدستوري الفرنسي اعتبرها غير دستوريه وكتعارض مع المبادئ الاساسيه ديال حقوق الانسان. المهم هو ان رغم كل هذه التجديدات فالقانون الفرنسي كما كان باقي كيوفر الحمايه لحقوق المهاجرين والطلاب. وبالتالي بغيت غنقول لكم خاصكم تبقاو على اطلاع مستمر بكل التغييرات في القوانين. وهذا الشيء هو اللي انا كنبارطاجيه معكم في هذه الفيديوهات. رانا كما كنبغي نختصر، ما كنبغيش نطول بزاف الفيديو، يعني باش ما يجيكمش هكا طويل بزاف. كنهضر كما كان باختصار ولكن بوضوح، وكنذكر لكم جميع التفاصيل وجميع النقط اللي خصوصا اللي مهمه اللي مهمه للجاليه اللي عايشه في فرنسا. كنقول لكم شكرا بزاف. وصلنا لنهايه الفيديو، حتى الفيديو القادم ان شاء الله الا كانت ان شاء الله شي مستجدات. ودائما باقي في سلسله ديال قانون الهجره الجديد. كنقول لكم شكرا، اللايكات ديالكم راهم كيشجعوني بزاف، وكذلك التعليقات ديالكم، وكذلك الاشتراك بالقناه ديالي. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف. كنقول لكم بسلامه حتى الفيديو القادم ان شاء الله.